2020 سنة الكورونا، السنة اللي احنا قعدنا فيها كلنا في البيت وما كناش بنعمل اي حاجة غير ان احنا بس عدينا من الامتحانات بتاعتنا بابحاث. سنتين الصراحة، السنة الاولانية عديت بابحاث والسنة الثانية عديت بمجموعة درجات كده ومشيت معانا، فكانت مصلحة الصراحة بالنسبة لنا. ويعني ناس كتير كلها قاعدة في البيت، كلنا بنتعرف على السوشيال ميديا، بنتواصل كله على السوشيال ميديا، فالدنيا كانت رايقة وتمام معانا بالنسبة لنا كطلبة. يعني طبعا يعني دي مصائب قوم عند قوم فوائد، ناس تانية كانت الموضوع سيء بالنسبة لهم، ربنا يكون في عونهم لو حصل اي اضرار او اي حاجة من الحاجات دي. المهم في الفترة دي كانت في لقاءات كتير جدا مع ناس كتير، وكانوا بيسالوهم بقى عن كورونا وايه رايكم في كورونا، ومش يعني مش عارف ازاي ايه رايك في كورونا، بس تمام. منهم لقاءات الفنانين، وهنتكلم عن راي فنانه معينه علق معايا، مش هنذكر ايه الفنانه ولا في لقاء ايه عشان يعني ما تروحش تدور والحاجات دي، ولكن ده كان راي مشهور جدا. والفنانه ساعتها قالت والله ده مرض بيجي لاي حد، فاللي يجي له واللي ما يجيلوش والبقاء للاقوى. التعليق بقى ده دخل نافوخي فاهم وما طلعش. والله يعني عندك حق يا فنان، بتقولي كلام زي الفل وتقولي حكم. I don't like in life is that a very serious thing, a football manager's opinion is important. I don't understand it. I really don't understand it. Could ask you. You are exactly the same role than I am. So, and it's not important what famous people say. No, we have to speak about the things in the right manner, not people with no knowledge, like me, talking about something. People with knowledge should talk about it and should tell the people do this, do that, do this, and everything will be fine or not. So, and not football managers. I don't understand that. ما هو فعلا قوي فينا يا جدعان هو اللي هيجيله المرض ومناعته سنده فاهم ويتحمل ويعدي المرض. ضعيف مش هيستحمل، فخلاص يعني هيتوكل على الله وخلصنا. بدات الافكار بقى ايه فاهم تزداد معايا، وبدات اسال نفسي اسئله برضو فلسفيه كده وملهاش اي ثلاثه لازمه ان انت بتسالها بالليل بعد الساعه 12 قبل ما تيجي تنام، ولكن برضو انا بشاركها معاك هنا في الفيديو ده. برضو هو يعني ليه احنا بنساعد الناس الضعيفه؟ ليه انا ملزم ان انا اساعد الاضعف مني؟ لو هنتكلم بقى يعني فاهم بالقوانين الطبيعه زي ما بيقولوا، اننا بشر وبننتمي للطبيعه، فبناء على قوانين الطبيعه انا كشخص قوي مش محتاج ان انا اساعد الاضعف مني. مبدئيا كده من قوانين الطبيعه ان الضعيف اللي هو اللي مش هيقدر يتواكب او يتكيف مع التغيرات البيئيه، فبالتالي مش هيقدر يكمل، فبالتالي مش هيقدر يعيش وجيناته مش هتنتقل، فالقوي بس هو اللي هيعيش، الضعيف مش هيعيش. هذا المثال بقى يعني مثلا الغني هو اللي هيتنيه مكمل، الفقير هيموت وهكذا. الطبيب العالم هيكملوا لانهم اذكياء، انما الاغبياء مش هيكملوا. دول مش مطالبين ان هم يساعدوا دول بناء على قوانين الطبيعه. الحاجات اللي بتحصل في الغابه، الغزاله اللي مش قادره تجري من الاسد بتتاكل من الاسد، الغزاله اللي قادره تجري بتهرب وبتعيش وبتكمل حياتها. الارنب الاسود الصقر ولا النسر بيصطادوا في البيئه الثلجيه، الارنب الابيض بيكمل لانه مش متشاف فبيكمل. تاني مكملين بقى في الفكره دي لحد ما فعلا نفس الفكره اللي جت في دماغك دلوقتي واللي انت حابب تقولها في الكومنتات انزل قولها لي برده في الكومنتس عادي. لما قابلت الفيديو بتاع قتل البشر او كيفيه قتل البشر بتاع الدحيح، وانا قاعد بتفرج على الفيديو بس كده ايه فاهم، قال فكره في نص الفيديو قالت لمعت معايا فاهم، نفس الفكره بتاعت الفنانه لمعت معايا، اللي هو ده نفس الفكره اللي في دماغي برضه. نظريه للفيلسوف هربرت سبنسر صاحب الجمله الشهيره survival of the fittest، البقاء للاصلح. كل ما كانت مقوماتك ان انت تبقى اصلح للي انت تكمل او تعيش، او الاصلح للحياه هتعيش وهتكمل، جيناتك هتنتقل للي بعد. مش اصلح ما عندكش الجينات اللي تخليك تتكيف مع البيئه، هتموت وده مصيرك، دي قانون الطبيعه. الراجل كان افكاره متوافقه مع افكاري تماما. يعني هو فعلا ليه نساعد الفقراء؟ ليه نساعد الناس الاضعف مننا؟ وفكر فيها يا معلم. يعني مثلا خلينا نقول دلوقتي ان شخص عنده مرض الضغط او مرض السكر، خلينا في مرض السكر. مرض السكر هو مرض وراثي، فاحنا ليه بقى نعالجه؟ طب ما هو يموت بالسكر تمام، فبالتالي مش هينقل جيناته دي لواحد تاني اصغر منه عنده السكر، وبالتالي ينقل جيناته لواحد تاني اصغر منه عنده السكر، وانتنينا في الدوامه بقى اللي بنت اللذينه اللي ما بتخلصش دي. لا احنا هو خلاص انتقل الى رحمه الله تعالى، فاحنا كده يبقى قضينا على كل السكر، اي حد عنده سكر قضينا عليه. والجايين بقى نديهم ارشادات بقى، نعرفهم بقى، نقول لهم يعني ايه ظبط السكر بتاعك ازاي، قيس السكر بتاعه عشان الدنيا معاه تبقى تمام، فما حدش بعد كده يجيله السكر تاني. واللي جالهم خلاص بقى يتوكلوا على الله وكده، زي ما قالت الفنانه اللي يجيله واللي ما يجيلوش خلاص يعني، والبقاء للاقوى او للاصلح بقى. هنا لحد هنا من الفيديو فانت كشخص برجوازي هو يعني غني ومعاك فلوس كتير، او ملحد فانت متفق معاه تماما. لكن الحمد لله ان في حاجه اسمها الدين اللي يدينا تعليمات ومبادئ وقيم واخلاق تعرفنا نعمل ايه وما نعملش ايه. لان كان في يعني مصطلح كده يقول لك هو احنا محتاجين الاخلاق في ايه؟ ما احنا عارفين الصح والغلط. انا عارف ان انا لو ساعدت شخص كبير في السن يبقى انا كده شخص كويس وجيد، ولو ما ساعدتوش او اذيته او زعقت له فانا كده شخص سيء.
كتير. حابب اقول لك بقى ان لو انت ما تعرفش عن المبادئ ديت فاذا انت كنتش تعملها، لان الانسان في الحاله ديت اللي هو بينكر بقى وجود الدين او الاخلاق والمبادئ بيبقى حاجه من الثلاثه، بيبقى عنده عبوديه كامله للمال مثلا، او عنده عبوديه كامله للشهوات بتاعته اللي منها المال ومنها الاكل ومنها حاجات تانية كتير، او بيبحث عن مبادئ اخرى تتوافق مع مزاجه. طبعا زي ما قلت لك بقى اللي هو الشخصيه الملحده دي اللي هي بتنكر وجود اله اصلا، دي نظريه يعني فاشله جدا بكل الاثباتات. احنا هنروح بعيد فين يا عم؟ احنا اهو المصريين اللي هو اقدم حضاره عرفتها التاريخ، ممكن مع الحضاره اليونانيه برضو، فرانا عاشوا وماتوا بيدوروا على فكره وجود اله. لازم يبقى فيه اله، مفيش حاجه اسمها مفيش، لا هو الانسان خلق ان هو يدور على حد يعبده بس. مثال بقى شمس قمر بني ادم زيه زي فرعون كده ان هو ابن الاله وبدأ. هو في شخص هنعبده، غريزه موجوده في البني ادم. انما ان انت تقول بقى لا مفيش خالص، ده معناها ان انت يا معلم انت حاجه من الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم، عبد بقى الشهوات، عبد بقى للفلوس، للحاجات دي كلها. فاذا يعني ده يفسر لنا ان دون وجود المبادئ والاخلاق والقيم اللي وضعها الدين، بغض النظر بقى الدين اسلام مسيحيه يهوديه، انا بتكلم عن الاسلام كوني مسلم، فما اعرفش بقيه الاديان الثانيه برضو عشان ما نخشش في حاجه احنا مش عارفينها. لولا وجود المبادئ والاخلاق والقيم كان الانسان هيمشي وهيشتت بدماغه كده في الحاجات اللي هو عايزها، ويختار ينقي التصرفات او السلوكيات اللي هو شايفها مناسبه ليه، دي اللي كانت بالنهايه هتؤدي لهلاك. الغريبة في العنكبوت إنك تلاقي فيه جميع الرذائل والسلوكيات المنحطة. هو حيوان سافل، هو فرانكشتين الحشرات ودراكيولا وريا وسكينة، وكل جميع الرذائل تلاقيها في العنكبوت. تلاقي الزوجة تاكل زوجها بعد التلقيح، والأم تاكل ولادها إذا ما هربوش بعد الفأس مباشرة، والأخ ياكل أخوه، والولاد ياكلوا بعض، وأي ضيف يخش البيت بيت العنكبوت يتاكل مع الشكر. فيديو مشهور جدا شفته للدكتور مصطفى محمود، كان بيتكلم عن فكرة ان الانسان طول ما هو بيبعد عن القيم والدين وعن ربنا فبيتحول الى نفس سلوكيات وتصرفات العنكبوت. هو كان بيتكلم عن تفسير الآية الخاصة بمثل الانسان كمثل العنكبوت وهكذا، وكان بيتكلم عن تفسير الآية دي. بيقول لك ايه يا معلم، العنكبوت ده بيتصرف ازاي، او الانثى العنكبوت بتتصرف ازاي؟ هي يعني بص فاهم، جاحدة لاي حد من قريب منها، يعني بتاكل اي حاجة تيجي قصادها، بتاكل عيالها، ممكن تاكل جوزها بعد عملية الجماع كده، هو ممكن يجيب لها فاهم حشره هديه عشان بعد الجماع فاهم تسيبه يخلع وهو يمشي هو مع نفسه عشان ما تاكلوش. بقول لك بقى ممكن تاكل لاخواتها، تاكل عيالها، اي حاجه تيجي قصادها. يعني في انكار تام بقى للقرابه ولا الاحسان ولا المعامله في انكار لكل الحاجات دي تماما يعني. فربنا سبحانه وتعالى بيشبه الشخص اللي بيبعد عن الدين بالتصرفات بتاعته وسلوكياته بتبقى كده، مفيش بقى اخلاق، مفيش مبادئ، مفيش احترام لاي حد، احسان لاي طرف اخر، مفيش ان انا اساعد ده او ده، لا انا ممكن اذي واذي وده واذي ده بهدف بس ان انا يعني اهدف مصالحي انا، شهواتي انا اشبعها، لازم ان انا هعملها عن طريق ان انا هاذي الناس اللي حواليا. فلولا المبادئ والاخلاق انت ممكن توصل للمرحله دي، وفي ناس انا شفتهم الصراحه والله كانوا واصلين للمرحله دي بسبب بعدهم عن الدين. فانا ده صاحبي في الفيديو الصغير احنا بنتكلم فيه ده، هل احنا محتاجين الاخلاق؟ احنا محتاجين الاخلاق جدا، لولاها احنا هنتحول لعالم موحش، عالم ما فيش حد فيه بيحب حد. تقول لي والله يا يوسف يعني انا شايف ان الدنيا اللي احنا فيها دي كده، وفي الاخر والله في ناس تانية طيبه، في ناس تانية لسه على خلق، فيعني ربنا يزيد منهم يا رب. في النهايه يا معلم في الفيديوهات دي احنا بنحاول نساعد الناس باي تجربه انا بشوفها او اي معلومه بشوفها، بحاول فيها اساعد فيها الناس في فيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل الجرس عشان تنزلها. وبس يا معلم اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.